3 حاجات وانت داخل اسم الشرطة اياك تعملهم. الحاجة الاولى، اوعى تقول للظابط يا باشا، قول له حضرتك او يا فندم. كلمة يا باشا دي بتدل على انك جاهل وهيركبك لو قلت له يا باشا. لكن حضرتك ويا فندم بتدل على انك انسان واعي متعلم مثقف. تاني حاجة، لما يسألك امين الشرطة اللي واقف قدام الاسم انت رايح فين يا استاذ، قول له يا عم دي مؤسسة حكومية وداخل اخلص فيها مصلحة، سواء ورق تجنيد، سواء هتختم اوراق، سواء هتعمل محضر. ايه اللي رايح فين يا استاذ، انت لازم تخضني بصوتك. تالت حاجة، انت وانت داخل يكون عندك ثقة بالنفس، وخاصة الناس اللي معاهم تعليم عالي. انت راجل رايح تقابل ضابط معاه بكالوريوس، وانت راجل بكالوريوس او ليسانس، ففي لغة حوار ما بينكم، فهو هيحترمك وانت هتحترمه. اما تدخل تقول له اه باشا والكلام ده كله انا ما عملتش وسويت، انت عملت ايه؟ انت ولا عليك قضية ولا عليك جناية ولا عليك حاجة، انت داخل تخلص ورقتين. فبلاش كلمة يا باشا والكلام ده كله، فخش عليه كده. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ انا عايز اعمل الورقة دي، اعملها فين؟ طب انا عايز اعمل المحضر ده، اعمله فين؟ الكلام ده كله واعمله ازاي والطريقة دي. لكن يا باشا واترعش ليه يا عم؟ انت مش داخل مسجون ولا سارق ولا قاتل ولا عليك قضية. خليكوا بقى عندكوا ثقة بالنفس. ملعون ابو القميص والبنطلون اللي ما يحموا صاحبهم، كتكوا القرف.